السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ بالسؤال عن نقطة الضعف. والسؤال انا شايفاه فيه يعني حاجتين مهمين قوي، مش سؤال واحد يعتبر، او السؤال جواه نقطتين مهمين. النقطة الأولانية قصة ان لو الناس اللي حواليا عارفة نقطة ضعفي، فخلي بالك من الموضوع ده. يعني نقاط الضعف يا جماعة، حاولوا على قد ما تقدروا محدش يعرفها. الناس اللي بتقعد طول الوقت انا نقطة ضعف ولادي، لا انا كله عندي الا الشغل، لا انا اهم حاجة عندي في الحياة البرستيج. انتوا عمالين تعرفوا الناس نقاط ضعفكم، فبيحصل ايه بقى؟ ها، وبناء على ذلك بيجي الشخص اللي قدامك يضغط عليك في الحاجة اللي هي بتوجعك، لان نقاط الضعف بتوجع. هو يعني ايه نقطة ضعف اصلا؟ طيب تعالوا كده نفسرها بالراحة. هي اكتر حاجة للانسان بيخاف منها او بيهابها او بيعمل لها حساب او بيخاف يفقدها. يعني مثلا اللي تقول انا نقطة ضعفي ولادي، إيه خلاص احنا كده عرفنا انه احنا لو عملنا اي حاجة في ولادها لو جت المافيا الامريكية خطفت ولادها، الست دي ممكن تروح مننا. خلاص احنا كده ايه فهمنا ندخل لها منين لما نحب نرخم عليها. فمن الاخر كده، نقاط الضعف هي الحاجات اللي انت بتديها مفاتيح للشخص اللي قدامك علشان يغلس عليك في حياتك بيها او يملكك بيها، لان نقاط الضعف تخلي الانسان يتملك. فتلاقي دايما واحدة تقول لك ايه، الستات بقى الحربوقة تقول لك ايه ده، انا ماسكاه من نقطة ضعف وده ما يقدرش. ايه ده؟ عرفتي منين؟ اه لا، هو مصدر لها المفتاح ده وهي شغالة عليه. فتلاقوا دايما اغلب العلاقات اللي فيها مصالح، هتلاقي هي عارفة فين نقطة ضعفه ودايسة عليها. زي كده بالظبط لو كبرنا الموضوع شوية للسياسة، تلاقوا أمريكا دايما بتشتغل على نقاط ضعف الدول العربية، تبقى عارفة فين الحتة اللي أنا لو دوست عليها أنت هتجيلي راكع وتقول لي إيه، أمين وطلباتك أوامر. أوكي؟ طيب، فهمتوا نقطة الضعف دي مهمة جدا. فلو سمحتوا لو سمحتوا ما تقولش للي قدامك إن نقطة الضعف. هتيجي تقولي انا ما بقولش بس هو بيعرف، دي بقى الليفل التاني. ان احنا للأسف الشديد نقاط ضعفنا بتبان للناس علشان احنا طول الوقت خايفين من النقطة دي. واللي يخاف من العفريت ايه؟ يطلع له بالظبط كده. فخلي بالكم من الموضوع ده. هو الاصل يا جماعة نقطة الضعف دي بيبقى فيها حتة تعلق كده خفية ما حدش بياخد باله منها. يعني لما نقول انا نقطة ضعفي ولادي، يبقى اذا في تعلق بولادي. تمام. لما نقول انا اهم حاجة عندي لا ده كله الا شغلي، يبقى في تعلق بالشغل ده، اخد منه قيمته مثلا، او حاسس ان السالري اللي فيه ده ما مش هلاقيه في حتة تانية، او خايف من الرزق يتقطع لو ساب المكان ده، وهكذا بقى. بصوا في 50,000 حاجة تحت الكلمة دي. فأي إنسان عنده نقطة ضعف بيبقى بين قوسين في تعلق بالحاجة دي. فلما انت تفك التعلق بالحاجة دي ما تخافش منها وما تخافش تفقدها، وفي نفس الوقت اللي قدامك ما يعرفش يذلك بيها. وعشان كده انا بدعو كل البشر اللي في العالم، يعني لو سمحت بطل بقى يبقى عندك نقاط ضعف. المفروض بنعمل ايه في الكوتشنج؟ بنقول حول نقاط الضعف لنقاط قوة. فكل واحد فيكم بقى لو عايز فعلا يشتغل على الامر ده، وانا طبعا احنا عارفين ان احنا بناخد السيشن مش عشان نسمع كلام جميل وخلاص، احنا بنشتغل على نفسنا. تمام. وعشان تدعوا لي بقلب كده وتفتكروني في الصلاة وفي الفجر بقى وكده تبقوا يعني مقطعين الدنيا دعاء. فنعمل ايه؟ نمسك نقاط الضعف بتاعتنا، كل واحد يقول انا نقاط ضعفي ايه، انا ايه الحاجات اللي فعلا ما اقدرش كله الا دي. لا 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 لا، تاخد مني كل حاجة الا دي. فاهمين؟ فهي دي. اكتب كده. ممكن واحد يطلع له نقطة ضعف واحدة، ممكن حد يطلع له 10. ده كل بقى ما اما انا ابقى ضعيف اصلا ونازل في البير كده، كل ما نقاط الضعف هتكتر. فنكتب ايه نقاط الضعف بتاعتي، الحاجات اللي فعلا بجد اخاف ان انا افقدها او ابعد عنها، وابدا اشتغل عليها واخليها نقاط قوة ليا. فلما يجي حد يتعامل معايا ما يعرفش يمسك لي نقطة ضعف، ويعني واستنتاجا على ذلك ما يعرفش
يعني يرخم عليا او يذلني او يملكني من النقطة دي. فخلي بالكم الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا في السيشنز اصلا لما بحب يعني اصلح ما بين زوجين وتبقى الزوج مثلا يعني راكبه قوي الكبر ولا ومش عارفه ايه، انا بشوف نقطه ضعف اهو. يعني اول حاجه اهو بشتغل على نقاط الضعف. بس طبعا مش عشان انا مش عايزه املكه ولا اعمل فيه حاجه، انا اصلا عايزه اصلح العلاقه بينهم يعني. فخلي بالكم من الموضوع ده. نيجي للنقطة التانية من السؤال. احنا قلنا السؤال بتاع نقطة الضعف وان انا عايز اغير شخصيتي مع الناس اللي حواليا، قلنا دي فيها نقطتين. اتكلمنا على موضوع نقطة الضعف دي وازاي احولها لنقطة قوة. دلوقتي بقى هتكلم على الجزء التاني اللي هو ايه؟ اللي هو نفترض ان انا شخص ضعيف والناس اللي حواليا عارفين ده. بلاش نقول كلمة ضعيف عشان مش حلوة، تعالوا نقول مسميات تانية. يعني نقول مثلا انا مثلا اب براضي، آه، بتعامل مع اهلي بطيبة زيادة، حنين قوي. شايفين يعني ساعات الضعف بيتسمى المسميات دي. عارفين ان انا لو قلت كلمة مثلا وهم ضغطوا عليا بعديها، مش دايما برخم وامشي كلمتي وكده. فاللي حواليا ساعات بيبقوا فاهمين ان ده اخري خلاص، احنا مهما يعمل احنا عارفين ان هو مش هينفذ كلمته، او ايه يعني هيتغير ازاي، ما هو ده اخره. وعارفين نقاط ضعفي وكده. طيب اجي بقى انا عايزه اتغير، انا فعلا عايزه اتغير، او بلاش عايزه اتغير، ممكن نقول ان انا عاوز اغير طريقه ما مثلا بتعامل بيها. فانا مش هنام واقوم اصحى اقول لهم على فكره الموضوع ده خلاص اختلف وكذا. هيقولوا لي ازاي انت؟ هو انت فاكر انت ايه اللي حصل؟ عدت عليك سحليه؟ اه، تعالوا بقى لنظام السحليه، او انا بسميها نظريه السحليه. السحليه دي رائعه حقيقي. ليه بقى؟ احنا طبعا بنتعلم حاجات كتيرة قوي يا جماعة من الحيوانات، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعلها أمم أمثالكم. وعايزة أقول لكم إنه في صور كتير في القرآن ذكرت بأسامي حشرات وحيوانات، وفي نفس الوقت ربنا ضرب لنا مثل. زي ما ضرب لنا مثلا البيت الضعيف الواهن ببيت العنكبوت، وضرب لنا النحل بأنه هو حشرة منتجة وبيطلع من بطنها العسل وهكذا. والنمل منظم جدا وبيخاف على الكتيبة بتاعته وكده. طيب نيجي بقى للسحلية. السحلية دي بتعمل ايه؟ السحلية دي ربنا مديها نظام دفاع عن نفسها رهيب. ايه بقى نظام الدفاع ده؟ وهي على الشجرة لقت ان الاجواء اللي حواليها لونها مختلف عن لونها هي، عن لون جسدها يعني. بتقوم جاية في لحظة تغير لون جسدها وتخليه زي الأجواء اللي حواليها. يعني مثلا هنفترض إن هي لونها بني، طلعت على الغصن لونه بني، بعدين بقت على ورقة شجر لونها أخضر. فكده هتبان، أي حد هيشوف اللونين باينين جدا من بعض، أخضر وبني. لا، هي عشان ما تخلكش أصلا أنت تاخد بالك منها، تقوم جاية مغيرة لون الجلد بتاعها للون الأخضر. فحضرتك لما هتبص هتلاقي ورقة شجرة خضراء، مش هتاخد بالك خالص إن عليها سحلية. تمام. طب طبعا ده يعني ميكانيزم دفاعي ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته وجماله. عشان بس يعني نصحصح كده في قلوبنا الله وقوة الله واليقين بالله. هو مديها الغدد اللي تحت الجلد اللي تعرف تعمل ده في ثواني. طب انا بقى يا انسان هغير جلدي يعني؟ لا، هنعمل زي السحلية، هننام ونقوم الصبح عدت علينا سحلية سبحان الله. فانا كده لما فتح عيني وتيجي مثلا اختي ولا زوجتي تقول لي يلا بقى عشان نعمل كذا، لا، انا غيرت رأيي. ويبدأ صوت التون بتاعك، نبرة صوتك آه، تحتد سيكة كده. يعني انا مش بقول زعيق، ها، ركزوا. يبقى فيها كده ايه، يعني اكنه جاد شوية. ايه ده يا عم؟ في ايه؟ انت امبارح قايل لنا هنعمل كذا، ايه انت غيرت رأيك ازاي يعني؟ هي بين يوم وليلة؟ اه، فكرت. بصوا بقى، يلا نظام السحلية على طول يشتغل بقى.
فكرت لقيت انه ما ينفعش، او فكرت لقيت ان رأيي اتغير، او انا قمت من النوم النهارده المود بتاعي بيقول لي لا مش هعمل كذا. انت ازاي؟ انت بتهزر؟ اه، انا كلمتي هي دي النهارده غيرتها. هو ده ماله؟ ده حصل ايه؟ هتبدأ بقى تسمع تريقة، هتبدأ تسمع إيه، ان هم مثلا حد يقول لك اه كلمتين وخلاص وبعد شوية هيغير رأيه بتاع. خليك انت على ايه؟ على نظام السحلية بتاعك. ما تتغيرش. انت هتعودهم ان هم يعرفوا انه في نظام جديد بدأ، ان انا ممكن اغير رأيي بين يوم وليلة. طب ايه اللي هيخليني قوي؟ ما هو ده برضو عايز قوة. يعني انا هجيب منين القوة؟ انا اصلا هم عارفين مثلا ان انا شخصيتي ضعيفة شوية معاهم، او ان انا براضي او كده. ايه اللي هيخليني اجيب القوة؟ ما انا بقول لك اهو، ده ميكانيزم دفاعي، انت بتدافع عن نفسك، مش ان انت بتعمل كده عشان انت عايز ترخم عليهم. يا جماعة في حاجة اسمها الدافع لكل حركة بنعملها. قايم تعمل قهوة ليه؟ ايه الدافع؟ عايز اظبط المود بتاعي. قايمة تاكلي ليه؟ ايه الدافع؟ اصل جعانة. داخل تنام ليه؟ ايه الدافع؟ هم، اصل مرهق. اهو الدافع، السبب اللي بيخليك تعمل الامر. فلما بيجي حد يقول لك لا ما تعملش الامر ده، بيبقى عندك دافع قوي. فتقول له لا يا عم انا مرهق والله لا هنام، لا مش قادره، لا 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 هنام وبعدين نبقى نتكلم بكره. فانت الدافع او السبب الداخلي اللي جواك خلاك تعمل الحاجه بقوه. تمام. فنفس الحكايه حضرتك لما هتشتغل بنظام السحليه ده، انت تنام تقوم تغير رايك. وانا سميتها ليه النظام ده؟ اولا لان احنا زي ما شرحنا كده ان هي فعلا بتغير في ثواني الوضع بتاعها، بحيث ان هي تدافع عن نفسها عشان ما فيش صياد يصطادها او حيوان تاني ياكلها. وفي نفس الوقت هم، هي عندها دافع داخلي اهو، بتدافع عن نفسها، عندها قوة، وبتعملها في ثواني لان ربنا سبحانه وتعالى اداها السلاح ده. انت ربنا مديك اسلحة ما بتستعملهاش اصلا. خلينا بقى نتكلم بصراحة. ربنا سبحانه وتعالى مدي البشري أسلحة ضخمة جدا جواه. مش محتاجة على فكرة ان انت تروح بقى وتدرس دراسات فظيعة وبتاع، لا هو انت طول ما عندك سبب داخلي يدفعك ان انت تعمل الحاجة، خليك بس ماسك في السبب ده. خلي السبب ده مقويك. خليك متأكد ان زي ما هم ليهم حق، انت كمان ليك حق. انت طول الوقت بتراضي في اللي حواليك، طب وانت حقك فين؟ انت فين مرضيتك؟ انت طول الوقت بتعمل لهم اللي هم عايزينه، طب وانت فين اللي انت عاوزه؟ انت طول الوقت طيب قوي ومسامح وبتاع، طب فين بقى حقك؟ فهو ده لما انا يبقى عندي دافع او سبب قوي قوي ان انا يعني اغير شيء. مش قصتي بقى لا اصل ده نام قام لاقوم اتغير، لا مش انا عدت عليا سحلية. ده انا اقول لك يعني لو هزروا، وفي ناس بتقول كده دايما، تقول لك اه ده عدى عليه فار. صح ولا مش؟ اه يعني تصدق اه انا شفت الفار وهو معدي، وانا نايم كده بفتح عيني لقيته معدي، فسيبته يعدي بقى، قلت كويس انه ايه عدى عليا عشان اتغير. فيا جماعة سيبكم من التريقة والكلام اللي بيتقال. المهم في الآخر أنت تاخد الخطوة لنفسك. طالما أنت شايف إن القرار الجديد اللي هتاخده أو الحاجة اللي أنت هتغيرها دي فيها مصلحة لنفسك كويسة، أنت كنت جاي فيها على نفسك زمان ومراضي اللي حواليك عشان كده. تمام؟ طيب. نبرة الصوت زي ما قلنا في القرارات الجديدة بيبقى فيها جدية شوية، عشان يا جماعة تون الصوت مهم قوي قوي. الكلمة اللي انت بتقولها دي 10% أو 11% بس بتوصل للناس، ولكن تون الصوت ورياكشنات جسدك دي عليها ال 85% التانيين. تمام. فمهم قوي ان انت ما تبقاش بتقول قرار مهم مثلا تقوله بقى بصوت واطي ولا بهزار. ما انت كده بتدي اللي قدامك ايه؟ معلومة انه عادي، انا ممكن تتريقوا عادي وانا اصلا كده كده هغير رأيي. ده بيبقى معنى الصوت لما بيبقى يعني ايه متهكم شوية. لكن لما تيجي في قرارات جديدة او حاجة كنت قايلها وعايز تغيرها، ونمت قمت الصبح قلت لهم لا خلاص الموضوع ده انا غيرت رأيي او كذا، لازم يبقى تون صوتك فيه جدية شوية، ورياكشنات وشك وجسدك بتقول انك فعلا شخص هينفذ كلامه. تمام.
طيب، تبقى عارف طالما انت اصلا معودهم على الطيبة وانك بتراضي وكده، تبقى عارف ان اللي قدامك هيهاجم او هيسخر، هيتنمر، تبقى انت ايه، مستعد. قولوا براحتكم، قولوا اللي انتوا عاوزينه، وهزر كمان معاهم، مفيش مشكلة، هزروا عليك، هزر زي ما قلت لكم موضوع الفرد، انا عدى عليا وشفته مش عارفة ايه وبتاع. المهم ان انت توصل ان كلامك في الاخر هو اللي هيتنفذ. عايزة اقول لكم لو عملتوا النظام ده مرة أو اتنين أو تلاتة، كل اللي حواليك خلاص هيعرفوا النظام الجديد اللي هو إيه. بينام بيقوم عدي عليه سحلية بيغير رأيه. طيب الفعل بقى إيه؟ الفعل إنه هو فعلا غير رأيه، وفعلا كلامه مشى وحصل، وهم اللي بدأوا يتأقلموا على النظام الجديد بتاعك. إنك شخص ممكن النهاردة تبقى مراضي قوي جاي على نفسك، لكن بكرة أول ما تفوق بتاخد القرارات اللي في صالحك. ودي يعني مهم جدا ان اللي حواليك يحسوا بكده، لانه جاست ان هو عرف، الناس اللي حواليك يعني عرفوا ان انت خلاص بقى ليك طريقة جديدة كده، آه، هيتعمل لك الف حساب بعد كده. ودي طبعا من اسرع الطرق ان انا اتغير، بدل ما اقعد اتغير جوايا وشغل بقى عن نفسي بالسيشنز وكده، وفي ناس بتعملها لمدة سنين وفي الاخر ما بيعرفوش ياخدوا قرار في البيت صح. فدي بتبقى حاجة سريعة، وفي نفس الوقت نتيجتها بتبقى فعالة جدا. تمام. طيب لو حصل واتخانقوا بقى معاك او اتكلموا كتير وازاي مش عارفه ايه، خد بعضك ويعني انسحب من المكان لأي سبب، انزل مشوار، اعمل قهوة، ادخل نام، اعمل اي حاجة بحيث ان هم يهدوا. بعدين لما يرجعوا يتكلموا معاك تاني قول لهم هو ده رأيي وانا مش هغيره. وخليك بقى ورا الدافع او السبب الحقيقي اللي جواك، اللي خلاك اصلا تقول القرار ده، اللي هو مصلحتك، او انك شايف ان ده حقك بعد السنين الطويلة اللي انت جاي على نفسك فيها.